مبدئيا كده في اول الفيديو حابب اشكركم على التفاعل الفظيع اللي شفته على الفيديوهات وعلى البوست بتاع الكيو ان اي. ما توقعتش العدد ده من الاسئله صراحه، اتفاجئت بعدد الاسئله اللي جاتني وما شاء الله كلها اسئله جميله وعميقه. يعني انا مش عارف لحد دلوقتي هجاوب كل الاسئله دي ازاي. ده مبدئيا. تاني حاجه حابب اعتذر على التاخير في الفيديو. انا عارف ان احنا وصلنا 6000 سبسكرايب وانا لسه ما عملتش الفيديو بتاع 5000 كيو ان اي. ده كان حاجه طارئه او غصب عني يعني. المهم خلينا نبدا باول سؤال، هو يعني من الاول عميق، يعني سؤال عميق من الاول كده. انا اولى طب بشري، اعمل ايه عشان اطور من نفسي واكون دكتوره شاطره؟ ايه الكتب والكورسات اللي اقدر اخدها؟ واليوسم ليه هتفيدني في ايه لو مش هسافر؟ بنيجي للشق الاول من السؤال عشان هما كذا سؤال في بعض. تعمل ايه عشان تطور من نفسك وتكون دكتور شاطر؟ الدكتور شاطر دي تعتمد على حاجات كتير قوي، منها عامل الخبره، عامل العلم، عامل كوميونيكيشن. يعني ما بيجوا يقيموا الدكتور بيقيموا على اساس الثلاث حاجات دول. دكتور بيشنت كوميونيكيشن، هل بتعرف تكوميونيكيت مع العيانين بتوعك كويس ولا لا؟ تاني حاجه هي مقدار العلم اللي عندك، وده بالشهادات وبالكتب والكورسات والتحصيل وكل الكلام دوت. تالت حاجه هي الخبره الاكلينيكيه بتاعتك قد ايه. حاجات انت تبدا تراكمها مع الوقت، يعني انت مش من يوم وليله هتكون دكتور شاطر، هي عمليه تراكم خبرات زي ما بقول، وهي اللي هي الفايده المتراكمه. مع الوقت انت بتكون افضل كل يوم. هي الفكره كلها انك ما تبطلش تتعلم وتتعلم من اخطائك. يعني فكره اصلا المعادله الامريكيه او الامتحان اليو اس ام ال ان هو اصلا بيديك 10 اسئله في كل بلوك من ال 40 سؤال، بيختبر بيهم ثباتك الانفعالي، بيختبر بيهم حاجات كتير، بيعرفك انك لازم تسال. امتحان اليو اس ام ال اللي هو رخصه مزاوله المهنه هو معمول عشان يعرفك قيمه نفسك، انك انت لازم تسال، لازم تتعلم، ما انتش هتقفل الامتحان. ده الكلام اللي هم قالوه في المؤتمر اللي قرروا فيه ان هم يعملوا امتحان باس وفيل مش بسكور، عشان الناس بدات تتفخر بالسكور والكلام ده كله. بالنسبه بقى لليو اس ام ال هتفيدك في ايه لو مش هتسافر؟ فهي هتفيدك في حاجات كتير. اولا السي في بتاعك هيبقى اتقل من ناس كتير. ثانيا انت هتحب شويه فكره ان في لعب في الاسئله، فبيعمق ترابط المواد بالنسبه لك. المواد اللي هي البيزك ساينس زي المايكرو والفارماكولوجي والباثولوجي، والمواد اللي هي البيزك ساينس اللي خدتها في اوائل السنين بالكلينيكال زي البطنه والحاجات التانية. اسلوب الاسئله بتاعهم بيعمق فكره انك تبقى رابط الحاجات دي ببعضها. هي مفيده، ولو حتى هتاخدها ومش هتمتحن الامتحانات، لو هتذاكر من اللي هي الريسورسز اللي فور فري ومش هتمتحن برضه هتستفاد منها. يعني ففي كل الحالات انت دكتور ولازم تقرا وتتعلم، ما توقفش قراءه او تعلم. السؤال اللي بعده، انا اريد اسال حضرتك سؤال، هو ينفع ادخل امتحان يو اس ام ال وانجح فيه ولكن استمر بالاقامه في دولتي العراق، قبل بعيد اسافر لكندا واكمل؟ مبدئيا كده وانت ما ينفعش تاخد اليو اس ام ال وتسافر لكندا، لان كندا ليها معادله ثانيه خالص، وكندا ما بتاخدش دكاتره قد كده. يعني اسمع، ما اعرفش حاجات كتير عن المعادله الكنديه، بس سمعت انه صعب تروح كندا كدكتور. فانت لو هتذاكر اليو اس ام ال هتروح امريكا او هتروح الخليج، دول الخليج عامه بقى، عندك السعوديه، الدول كلها في الخليج. هل هينفعك في العراق ولا لا؟ انا ما اعرفش، بس غالبا هيخلي السي في بتاعك احسن من الدكاتره الثانيه. فلو في مستشفى مثلا كبيره هتفضلك عن شخص ما عندوش شهاده ثانيه، يعني انت هتضاف للسي في بتاعك. لكن اليو اس ام ال اكتب كده، لو كتبت على جوجل يو اس ام ال ريكوجنايزد كانتريز هتلاقي مثلا هم 6-7 دول، منهم دول الخليج وامريكا واستراليا تقريبا هم معترفين باليو اس ام ال اللي هو تقدر تدخل وتحط ايدك على عيانين وتشتغل من اول يوم. بقيه الدول تقريبا لازم يمتحنوك امتحانات ليهم هم. يعني دكتور، هو انا بعد ما اسجل في الاي سي في ام جي اقدر احدد الامتحان بعدين براحتي مثلا 3 أو 4 سنين، لاني عايز ابدا بعدين، لكن خايف الجامعه ما تكونش اخذت الاعتماد وقتها وشكرا لحضرتك. تحجز الامتحان، هيئه الاي سي في ام جي بتبعت ايميل للجامعه عشان الجامعه تاكد انك طالب فيها، فلو الاعتماد مش موجود في الجامعه مش هتقدر تعمل الخطوه دي. فلو اعتماد اتشال حتى لو انت مسجل في الاي سي في ام جي من قبلها، للاسف مش هتقدر تمتحن برضه. بس لو انت طالب في مصر، فيعني معظم الجامعات الحكوميه المصريه واخده الاعتماد، فانت ما تقلقش من الموضوع ده وابدا ذاكر على طول. ونصيحه مني، اي حد بيحضر يو اس ام ال يشوف في جامعته في حد حضر قبل كده، حد بيحضر، حد عارف اكتر في الموضوع، يسال شؤون الطلبه، بيبقوا عارفين اكتر معلومات عن اعتماد الكليه وعن هو هيقدر يسجل ولا لا. ممكن تعمل فيديو عن ازاي توازن ما بين دراسه الطب وبين هواياتك وحياتك الاجتماعيه. دي المعادله الصعبه، دي حاجه انا يعني خدت وقت وجهد كبير جدا عشان اقدر اوازن ما بين ان انا اعيش حياتي الطبيعيه وما بين ان انا مجموعي في الكليه ما يبقاش وحش قوي. يعني لان انا مثلا في سنه اولى كنت مهمل جدا للكليه، لكن كانت حياتي الاجتماعيه مظبوطه، وكان في شويه ظروف كده بحكي لكم عليها بعدين. يعني اتغيرت حياتي ب 180 درجه مع الطب، يعني مش مجرد ان انا دخلت كليه الطب، لا ده انا حياتي كلها اتغيرت، اتشقلبت كده اهو. فده اثر عليا في اولى وثانيه. ثالثه كانت طبعا سنه 2019 كورونا، فالسنه خدنا ابحاث. السنه دي اكتشفت بقى حاجات كتير. بدات القناه على اليوتيوب اللي انتم شايفيني عليها دلوقتي، بدات اتعلم مونتاج، بدات اتعلم فريلانسنج واشتغلت شويه، عملت كل حاجه كان نفسي
نفسي فيها بقى في السنه دي. اكتشفت المهارات والحاجات، واكتشفت ان احسن طريقه تعمل بيها كل اللي انت عايزه ان يكون في سيستم، كل حاجه سيستمايزد بحيث ان مخك ما يبقاش اوفر كراودد. يعني انت مخك مش هيقدر يوازن ما بين كل الكلام ده من غير سيستم. السيستمز هي اللي ممكن ترتب لك حياتك بالشكل اللي انت عايزه. من غير السيستمز صعب جدا تعمل حاجه. يعني مثلا قناه اليوتيوب دي دلوقتي انا مش عارف امشيها من غير السيستم اللي انا عامله، لان انا مثلا بذاكر فبتيجي في دماغي فكره الفيديو، انا مش هقوم اصور الفيديو على طول، انا هحط فكره الفيديو الاول عشان اكتب السكريبت بعدين لما اكون فاضي عشان اصوره لما يكون عندي وقت ان انا اصوره، لكن مش هفتح الكاميرا واقول يلا انا اصور فيديو هصور فيديو، مش هعرف. ففي سيستم هو ده اللي بيساعدني. فانت حط سيستم لنفسك، نظم حياتك صح، هتعمل كل اللي انت عايزه، وهتقدر توازن ما بين مذاكرتك وما بين الهوايات وحياتك نفسها يعني. وبرده ما تنساش ان انت لو عايز تعمل حاجه هتتصرف هتطلع لها وقت، انت عندك وقت، بس احنا بنسوف كتير، حاطين حاجات في يومنا اللي هو بتشغل نفسك بحاجات انت المفروض اصلا ما تشغلش نفسك بيها. تشيل كل الحاجات اللي مش مهمه من حياتك. هل الجي بي اي بيأثر؟ ولو عايز اخد زماله، لو حضرتك عندك فكره عن معادله في استراليا وفرنسا يا ريت تتكلم عنها بشكل مبسط كده، وبالتوفيق يا دكتور. الجي بي اي بيأثر ولا لا؟ على حسب المعادله اللي انت هتاخدها، بس في الاغلب لا. يعني المعادلات زي المعادله الامريكيه تعتمد على حاجات تانية كتير في السي في غير الجي بي اي بتاع الكليه، ده تقريبا ما بيبصولوش اساسا. او ممكن يفرق معاك لو طالع الكتيف في حاجه معينه. يعني مثلا لو هطلع اخد الكتيف بطنه، يعني هتدرب في مستشفى امريكيه في تخصص البطنه، يبقى ما اروح لهمش مثلا من غير مقبول بطنه. لو جايب جيد جدا امتياز بطنه، كل ما كانت درجتي اعلى كل ما كان فرصتي في ان انا اخد الالكتيف المفروض انها تعلى، مع العلم ان الالكتيفز بتبقى بفلوس، فبرضه الفلوس ليها عامل تاني. فالجي بي اي في المعادلات والزمالات يعني ما اظنش انه هيأثر قوي. بوست جرادويت بقى هيأثر في ايه؟ هيأثر على تخصصك هنا في مصر على حسب توزيعك بقى في الزماله المصريه. الف مبروك يا دكتور، الله يبارك فيكي. علاقه اليو اس ام لي بمواد الكلينيكال، كيف ممكن نحافظ على سلامنا النفسي خلال فتره الامتحانات والكليه بشكل عام؟ اهو ده سؤال مهم جدا 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 للصبح. يعني ازاي تحافظ على سلامك النفسي اثناء فتره الكليه واثناء فتره الامتحانات؟ اولا اثناء فتره الامتحانات كده بتكون فتره مضغوطه وبتكون ضغوطات وفي ستريس، ده طبيعي. اول حاجه ما تحملش نفسك فوق طاقتها. ثاني حاجه خليك دايما اعرف ان انت بتسعى والنتيجه مش منك، النتيجه على ربنا. فلما تأصل الموضوع ده وتؤمن بيه بجد هتكتشف انك انت هترتاح. ليه؟ لان طالما انا عملت اللي عليا وما قصرتش في اي حاجه وجبت اخري حرفيا، ربنا مش هيضيع تعبك. ايمانك بالفكره دي هيحافظ على صحتك النفسيه بشكل كبير، مش بس في الكليه، في حياتك بشكل عام. مبروك يا دكتور، وعقبال ما تخلص نيابتك كده في روتشستر مينسونا، ونفرح بيك يا رب. كنت عايز اعرف بس اهميه الجي بي اي بالنسبه لشخص بيحضر المعادله. جاوبتها على السؤال كان قبل كده، اللي يركز قوي على الكليه ويحافظ على الجي بي اي. تحضير المعادله هو صعب اصلا توازن ما بينهم، فانت عشان تحضر المعادله هتتنازل عن شويه درجاتك في الكليه يعني. وعشان تقدر تقدم في الماتش لازم يكون معاك شهاده التخرج والامتياز، ولا التخرج بس؟ التخرج والامتياز، يعني انت ما تقدرش تقدم الا لما تكون خلصت امتيازك وخلصت كمان جيشك، لان مش هيسمحوا لك تسافر اصلا من غير ما تخلص امتيازك وجيشك. ممكن تقول لنا على مصادر كويسه للشرح سواء مدفوعه او فري؟ ومحتاج تفاصيل كتير في النقطه دي عشان تعرف الموضوع ده شويه. اسف جدا طولت عليك يا دكتور. شكرا ليك جدا يا دكتور. فكره الريسورسز انا اتكلمت عنها في فيديو، هحطه في مكان ما هنا او هحطه برده في الديسكربشن تحت. اتكلمت فيه عن الريسورسز بالتفصيل. الريسورسز مدفوعه وفي ريسورسز مجانيه. الريسورسز المدفوعه زي الكورسات اللي بيديها مثلا من اشهر الكورسات دكتور الحسيني او دكتور تاح، هم اشهر اتنين بيدوا كورسات يو اس ام لي. انا شخصيا اخدت عند الدكتور تاح، هو هيسهل عليك فكره انه هيدخلك المود، هيدخلك عالم اليو اس ام لي بشكل اسهل، بدل ما انت تصطدم على طول بالشرح الاجنبي زي بورد اند بيوند وغيره. الاول ما كنتش عارف منهم اصلا. يا دكتور تاح ما كنتش عارف اسمع بورد اند بيوند، عشان انت هتسمع الاثنين عشان تعرف تخش الامتحان. امتحان اليو اس ام لي صعب، ربنا يوفقك لو هتبدا السكه دي، سكه طويله. عايز اعرف نوع الكيبورد اللي بتستخدمه مع الايباد. طيب هو ده الكيبورد اللي انا بستخدمه مع الايباد، هو كيبورد اتش بي، مش عارف اتش بي كي ام 800 تقريبا. هو كيبورد عادي خالص جايبه انا من سنتين 3 كده. دي الوصله اللي بتشغله على الايباد، يو اس بي سي هاب، دي اهم حاجه في الموضوع. لكن هو كيبورد عادي جدا بيو اس بي مش يو اس بي سي، بس بجبت الوصله دي تقدر توصله بالايباد عادي. ممكن انا بحط اللينك بتاعهم في الديسكريبشن. هو حضرتك بتدي كورسات وبكام السعر ورقم التواصل والتعريف بحضرتك؟ هو انا حاليا ما بديش كورسات، انا لسه طالب، اكيد مش هدي كورسات وانا طالب. يعني ممكن ان شاء الله لما نخلص ستيب 2 نبقى نفكر في موضوع ان احنا ندي كورسات يو اس ام لي، او اعمل فيديوهات فور فري اشرح فيها، اساعد بيها الطلبه برضو ان هم يبداوا في اليو اس ام لي. اديكوا بس مفاتيح التعامل مع الفيرست ايد مثلا، ازاي تنظم مذاكرتك، ازاي تستفيد من الريسورسز اللي موجوده الكتير، ازاي تحل اليو وورلد. ممكن ابقى اعمل فيديوهات عن المواضيع دي، فلو كده بقولوا لي في الكومنتات تحت الفيديو اللي انتوا عايزينه
عايزينه ايه وانا هعمله ان شاء الله. السؤال اللي بعد كده من محمد برضو، ببقى اوفر ويلمد طول اليوم طول ما ورايا دراسه ومش بعرف اعمل ايه. الحل في الموضوع ده بسيط جدا. اول حاجه انت اوفر ويلمد عشان كل حاجه انت مخزنها في دماغك. دماغنا ده مش للتخزين، دماغنا ده ان احنا نطلع افكار نبتكر بيه نكون كرييتيف، لكن مش مكان للتخزين اللي ورانا في اليوم. فانت احسن حاجه تعملها اول اليوم تكتب كل الحاجات اللي انت عايز تعملها اللي وراك، فكانت في المذاكره او بره المذاكره. الحاجات اللي في المذاكره تخلصها وانت فايق الصبح بدري، بقيه اليوم عندك تقدر تعمل كل اللي انت عايزه. يعني هو الموضوع مش صعب انك تكوردينيت بين حياتك الطبيعيه وما بين المذاكره. وبلاش جلد الذات الكتير ده لانه يحرق مجهودك الفاضي. ما تسوفش، ابدا. هو انت جامعه ايه يا دكتور؟ جامعه طنطا. خدت الدراسه اليو اس ام ال ستيب 1 وسبل تقويه اللغه اللي درسته. اخر الفيديو ده هيظهر لك لينك الفيديو اللي اتكلمت فيه عن الريسورسز والفيديو اللي اتكلمت فيه عن ازاي تبدا مع المعادله، لازم تروح تشوفه. ايه الاهم، الايباد ولا اللابتوب في كليه الطب؟ دي هيتعمل لها فيديو لوحدها لان ليا راي فيها مستفيض. يعني بتطبع النوتس واحده بواحده ارتاح ولا بتستنى لاخر السيستم؟ انا ما بطبعش اي نوتس، يعني انا كل حاجه بذاكرها على الايباد. ما اتحطيتش في الزون اللي هو والله انا اطبع النوتس دلوقتي ولا اطبعها بعدين. انا هو بينزل النوتس فانا بضيفها على دي اف، وفي اخر السيستم بيكون عندي البي دي اف بتاع السيستم كله جاهز. كنت بادئ اول السنه جد، كنت من الممتازين وجد دلوقتي حسيت اني نسيت كل حاجه. دي مشكله انا عانيت منها كتير في اولى. دي مشكله كل اللي طالعين من الثانويه العامه عامه، انك انت في ان الدرس طول ما هو ما اتحفظش صم يبقى انت ما ذاكرتوش كويس. الطب ما فيهوش كده. كنت بادئ سنه اولى بنفس المايند سيت دي، ذاكرت الترم الاول كله موس حنات بقى وخدت كورسات ودمرت الدنيا، وحرفيا الترم الثاني كله بقى بيرن اوت، كله بيرن اوت. ما ذاكرتش، ما فتحتش كتاب، دخلت حرفيا فاينل اولى بنص المنهج. فما تغلطش الغلطه دي تاني. الموضوع نفس طويل، لا اللونج ران. انتوا في السيستم الجديد الموضوع بقى ترم وترم، فما بقاش عندك البراح طول السنه زي ما كان عندنا. احنا كان ممكن نلعب طول السنه ونضغط نفسنا في الاخر ونعوض. لكن انتوا بقى كل ترم فيه امتحان فاينل، الموضوع بقى اصعب شويه. بس هو الموضوع ايه، عامل زي الماراثون، لازم يكون بالراحه عشان نفسك ما يتقطعش في الاول. خد الموضوع تدريجي، عود نفسك على المذاكره اول باول. اهم حاجه المحاضره من هنا تقراها وتذاكرها وتعلم على الحاجات المهمه فيها عشان لما ترجع لها بعدين تفتكرها بسرعه. اهم حاجه تعملها وتفضل ماشي كده طول السنه، واخر السنه تراجع. اهم حاجتين تعتمد عليهم في الكليه ان المنهج ما بيتلمش كبير. تعتمد على انك تشوف وتسال الدفعات الاكبر منك القسم ده بيحب اسئله ايه، بيجيب امتحانات منين، تحل اسئله السنين اللي فاتت، تحل بنوك الاسئله لو الجامعه بتنزل عندكم بنوك الاسئله. ناس كتير هتقول لي دي بصمجه، اصل هو الناس اللي بيجيب امتياز. انا كنت في اولى وثانيه اقعد اذاكر 8 كتب اناتومي و8 كتب فسيولوجي، اخر ناس ما بتذاكرش ربع اللي انا بذاكره وكانوا بيجيبوا امتياز عشان كانوا بيبصمجوا. انت اقرا وافهم المحاضره محاضرتها والدرس بدرسه. اخر السنه ما تهملش انك تعدي على الحاجات دي، عشان انا كنت بهملها واقول مش هجيبوا منها حاجه، لا طلعوا بيجيبوا منها، والناس بتجيب امتياز بسبب ان هم بيقراوا الحاجات دي وانا ما كنتش بقرا. نعرف كل ماده نسمعها مين يو اس ام ال ستيب 1. ما تشتتش نفسك ما بين ريسورسز كتير، بس هو المعروف ان الجنرال باثولوجي وباثوما بقيت المواد كلها ممكن تسمعها البورد اند بياند، فاكره بس تسمعه سكتش اختصار. يعني عايز تعرف بقى بالتفصيل بقى انواع الكورسات كتب والكلام ده، فتلاقي في الديسكربشن تحت اللينك بتاع الفيديو بتاع الريسورسز لازم تشوفه. سؤال معانا دكتور، شنو الفرق ما بين فيرست ايد وكابلان؟ اولا لازم تعرف ان في حاجه اسمها سايس ريسورس زي الفيرست ايد اللي هو مختصر جدا لدرجه ان انت لما تفتحه اول حاجه تفهم منه ولا كلمه كتر ما هو مختصر. كومبرهنسيف بقى ريسورس زي كابلان بيبقى شارح باستفاضه كده زي كتب الكليه. يعني كتب كابلان عندي هو الدرج ده كان مفتوح طول الوقت، لا مش مهم. كتب كابلان عندي حرفيا ماليه الدرج ده كله. يعني كتب كابلان اهي، ثواني الله لك، فين كل دول كتب كابلان. تمام، فانت عشان تذاكر كل دول محتاج 7 سنين تانيين غير الطب عشان تذاكرهم. فكابلان يعني مستفيض جدا بزياده، فعامة ما انصحش تذاكر من كابلان. يعني انت تذاكر من الفيرست ايد والريسورسز اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو بتاع الريسورسز. اسهل لك ممكن خد كورس وتحل بنوك الاسئله. الناس اللي جابت سكورات كويسه جدا قالت المعلومات اللي في بنوك الاسئله لو اتذاكرت على الفيرست ايد وفهمت كويس غالبا ده بيكون كافي. وما تاخدش المعادله فرصه لانك هتحضر دكتوراه، مجرد معادله بتوبتمايز للدرجات اللي انت عايز تجيبها، والموضوع بقى باص وفيل بقى ريلاكس خالص. ما تدخلش نفسك في دوامات كبيره. كابلان سورس كبير جدا مش هتقدر تخلصه. هتكلم اكتر عن الموضوع ده باستفاضه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله برضو ازاي تبدا. وزي ما قلت لكم لو حابين ان انا اساعد الناس اللي بتبدا واعمل فيديوهات الناس اللي باديه تحضير وكده، قولوا لي في الكومنتات تحت ايه المواضيع اللي انتم مثلا صعبه عايزين نشرحها، والحاجات اللي وقفت قدامكم وانتم بتبداوا التحضير، فاقول لكم ازاي اوفركم الحاجات دي. لو وصلت لاخر الفيديو لسه متردد تبدا معادله ولا لا، فدي 5 اسباب يقنعوك بانك تبدا تحضير المعادله.